عمرك وقفت قدام المراية وقلت أنا تعبت من كل الدايتس اللي جربتها ومفيش حاجة نافعة؟ أو حسيت إن وزنك بيزيد مهما قللت أكلك؟ أنا كصيدلانية ومهتمة بالتغذية جربت أنظمة كتير جدا، بس الصيام المتقطع كان من أكتر الحاجات اللي شدتني، لأنه مش بس نظام دايت، ده أسلوب حياة بيساعد الجسم يشتغل بكفاءة عالية. في الفيديو ده هكلمكم عن كل حاجة تخص الصيام المتقطع، ازاي يشتغل، فوائده، مين المفروض يبعد عنه، والأخطاء اللي ممكن تضيع نتيجته. مبدئيا كده، ايه هو الصيام المتقطع؟ الصيام المتقطع ببساطة هو انك بتقسم يومك لفترتين، فترة صيام وفترة أكل. أشهر نظام فيه هو نظام 16-8، بمعنى 16 ساعة صيام من غير أكل، بس ممكن مية أو قهوة أو شاي من غير سكر، و8 ساعات مسموح فيهم بالأكل. في ناس بتعمل 14-10 أو 18-6. الفكرة بس إنك تدي جسمك فترة يرتاح فيها من الهضم ويبدأ يحرق الدهون. طيب، إزاي الصيام المتقطع بيأثر على الجسم؟ لما بتسيب الجسم فترة من غير أكل، مستوى الأنسولين بينزل، ده بيخلي الجسم يلجأ لمخزون الدهون كمصدر للطاقة. كمان في وقت الصيام بيزيد هرمون النمو وبيحصل عملية اسمها الأوتوفاجي أو إعادة التدوير الخلوي. دي بتنظف الجسم من الخلايا الميتة أو أي خلايا تالفة، يعني مش بس بتخس، لأ كمان صحتك بتتحسن من وضغط الدم. كمان في دراسات بتقول إنه ممكن يقلل من خطر الزهايمر وأمراض المخ. خليني أقول لكم بصراحة، ناس كتير وأنا من ضمنهم لاحظوا تحسن في البشرة ونضارتها مع الصيام. أي نظام غذائي، الصيام المتقطع مش مناسب لكل الناس. مش مناسب لمين؟ للحوامل والمرضعات، الأطفال والمراهقين، مرضى السكر اللي بياخدوا انسولين أو أدوية سكر قوية، الناس اللي عندها تاريخ مرضي مع الأكل المضطرب، يعني الناس اللي عندها فقدان شهية، أو أي حد عنده مرض مزمن محتاج متابعة. مهم جدا تستشير دكتور قبل ما تبدأ، خصوصا لو عندك مشاكل صحية. أكتر غلطتين ممكن يبوظوا نظامك وهما إن الناس يفضلوا صايمين وقت طويل، ولما يجي وقت الأكل يفرغوا كل اللي نفسهم فيه، أكل مقلي، حلويات، مشروبات غازية، كده مش هيخسوا. تاني غلطة إنك تكتر من الكافيين عشان تقضي وقت الصيام، ده ممكن يعمل ارتجاع مريء أو يعمل أرق وتوتر. طيب إيه الحل؟ الحل في فترة الأكل تختار أكل صحي، بروتين، خضار، فواكه، دهون صحية، وما تزودش عن الكميات الطبيعية. ووقت الصيام تشرب مية كتير. أنا شخصيا شايفة ان الصيام المتقطع مش مجرد موضة، هو اسلوب حياة فعال، بس لازم يتعمل صح. لو ناوي تجربه، ابدأ تدريجي، ما تنطش على طول ل 16 ساعة، نبدأ ب 12 ساعة ونزود واحدة واحدة. اهم حاجة تفتكر ان الهدف مش بس التخسيس، الهدف انك تحسن صحتك وتعيش افضل. قولولي في الكومنتس، جربتوا الصيام المتقطع قبل كده وايه كانت نتيجتكم؟